ركز معايا بقى، ركز معايا، عشان انا مش جاي احل معاك التقييمات، انا جاي اراجع لك ليله الامتحان. انا جاي اعلمك، اصل ده اللي هيجي في الامتحان ده هيخرج منه، بس مش نفس الكلام بالنص، ممكن نفس الفكره، نفس الجمله، نفس قاعده الجرامر، نفس الفوكابولري. يعني انا هجيب لك دلوقتي هشرح لك اللي هيجي في الامتحان بتاع ليله الامتحان، هلم لك الدنيا دي كلها في الفيديو ده. اول حاجه all people included creating a friendly welcoming place means، هو عايزنا choose the correct answer، اختار الاجابه aggressive ولا progressive ولا deceives ولا inclusive. بيقول لك كل الناس مش ملايين. بص بقى هقول لك على فكره حلوه قوي قوي قوي، تركيه جميله جدا جدا في الكلمات. انا بربط الاختيارات بالجمله ازاي؟ يعني مثلا مدي كده included، يعني من دي كده مثلا انكلودed، انا هختار الكلمه اللي قريبه منها مش شبه في الجمله دي، هي كلمه انكلوسيف. ده لو انا مثلا انا حمار ومش فاهم اي حاجه خالص، يعني مثلا انا واحد ولا حافظ الكلمات ولا بعرف اترجم ولا عارف اقرا جمله ولا عارف اختار ايه، هختار الكلمه اللي قريبه فيهم في الجمله مع الكلمه اللي قريبه فيهم في الاختيارات واختارها وتطلع الاجابه صح. المهم تعالى نقرا الجمله. all people included creating a friendly welcoming place means، كل الناس هنا شاملين وحاسين ان هم ودودين مرحبين بهم، فدي هتبقى معناها كلمه inclusive، inclusive معناها شامل. يعني انت معاك كلمة include معناها يشمل، دي الفعل بتاعها، دي كده الفيرب. انما inclusive ديت الصفة الادجكتيف. انما كلمة aggressive و progressive و deceives ملهاش علاقة بيهم خالص تماما. انما كلمة progressive دي معناها عدواني. yesterday I watched a documentary، دي documentary دي معناها فيلم وثائقي، امبارح انا شفت فيلم وثائقي. وهنا طالما جاب معايا كلمة yesterday جاب الكلام فعل تصريف تاني، جاب الفعل اخره ed، يعني هنا الكلام في الزمن الماضي البسيط. yesterday امبارح I watched a documentary، انا شفت فيلم وثائقي about the not of animals، عن الحيوانات. in the forest and how they live together in one place، الغابات وازاي ما بيعيشوا في مكان واحد. اول حاجه كلمه version دي معناها نسخه او اصدار، version دي معناها نسخه او اصدار. انما كلمه dimension و diversity هنا معناها تنوع، و dimension معناها ابعاد، و anniversary معناها الذكرى السنويه. بيقول لك هنا diversity تنوع الحيوانات، يبقى انا شفت امبارح شفت فيلم وثائقي عن diversity of animals، تنوع الحيوانات. بتساوي كلمه تانية معناها variety معناها تنوع برضك، و diversity معناها تنوع برضه. after reading جاب لك هنا after بدون فاعل verb ing، وجاب لك هنا ما prepared تصريف تاني، يعني هنا ديت ماضي بسيط، الجملة ديت كده ماضي تام. ركز معايا، يبقى after بدون فاعل جاب لك verb ing على طول، جاب الناحية التانية ايه؟ يقول اخره دي تصريف تاني. يبقى after reading the recipe بعد ما قرأت الوصفة، وصفة الطهي recipe، ما prepared all the ingredients معناها المقادير، هنا تي silent. needed not making the chocolate cake، اللي هي محتاجاها علشان خاطر تعمل الكيك for making. we enjoy sharing، enjoy دي معناها يستمتع، من الافعال اللي بيعملها verb ing، يعني بص بيديك جمله تقدر تطلع منها قاعده. we enjoy sharing احنا بنستمتع بمشاركه in the charity في الجمعيه الخيريه، وليها معنى تاني يعمل فعل، يعمل عمل خيري. يعني كلمه الشاريتي دي ممكن تيجي كفيرب، جمعيه خيريه ممكن تيجي كنون كاسم، يعمل عمل خيري. as it not help for many disabled people، لما تساعد الناس المعاقة disabled. as it not help for many disabled people offers help. offer help ده معناها verbal collocation على بعضه كده يعرض المساعدة. انما كلمة pretend معناها يظهر، disappear يختفي، و disbelieves لا يصدق. bees معناها النحل. always not with each other to present a good example of teamwork، يعني بيقول لك هنا النحل هو مثال كويس جدا ان هو يظهر العمل، مثال العمل الجماعي teamwork. always هنا عايز هنا verb، الجملة دي جاية على حاجة اسمها derivatives. ايه الديرفاتيفز ديت؟ الديرفاتيفز ديت اللي هي المشتقات، اللي هو طالع من الكلمة الاسم والصفة والفعل والظرف. يعني انا cooperate دي الفيرب بتاعها يتعاون، انما cooperative تعاوني دي الصفة adjective، انما cooperation دي التعاون دي جايه كنون، cooperatively دي جايه كظرف اخرها ال واي. ومش كل الكلمة اللي اخرها ال واي بتبقى ظرف، يعني مثلا كلمة friendly اللي احنا عاملينها دلوقتي، كلمة friendly راحت فين؟ friendly ديت ودود، ودود دي اخرها ال واي بس دي جايه كصفة. يعني في عندك زي بعض الصفات، في بعض الصفات في بعض الكلمات اخرها ال واي صفات مش ظرف، وفي كلمات تانية تنفع صفة وظرف، مش موضوعنا. المهم
هنا with cooperate و cooperative و cooperation و cooperatively. قسمت الكلمات فيهم. انا واحد من الناس، انا مثلا لو مش عارف اختار الكلام ده لازم هعرف مجال الجمله اللي فيهم. ازاي يا صديقي؟ بص يا صديقي، صلى على الحبيب قلبك يطيب. انا دلوقتي عايز اعرف احل الديريفاتيفز دي، المشتقات اللي كلكم بتغلطوا فيها. انا دلوقتي لما اقول لك كده she plays well، يقول لك كده the play is good، he is a player، هو لاعب. بص يا صديقي، جاب كلمة هنا بلاي، هل كلمة بلاي هنا نفس معناها كلمة بلاي هنا؟ مستحيل طبعا. يعني كلمة the play is good دي معناها كده مسرحية، انما كده she plays هنا جاب معنى verb، جاب معنى يلعب. انما he is a player هنا جاء كلاعب كاسم، يعني هنا حتى هنا جاء كلاعب، هنا جاء كمسرحية. لازم اعرف ترتيب الجملة. يعني هتلاقي she plays ما ينفعش اقول لك she player او she play، لان هتبقى غلط. لازم افهم لما اقولها كده he is a not student. مديك كده brave، ومديك bravely، ومديك braving، مديك الثلاث كلمات دول. he is a not student، انا من غير ما اقرا الاختيارات عارف ان هنا بعد الفيرب تو بي هيجي بعديه noun او adjective او حرف غريب يبقى مكان. هو انا مديك اسم، فعايزها بالاسم هيجي هنا ايه؟ صفه adjective. فانا عارف ان انا هختار هنا ايه؟ صفه. انهي واحده في الكلمات دول صفه؟ brave. انما كلمه brave الاخيره ال واي كده كظرف مش تنفع. انما لو قلت لك كده he plays not، هختار brave ولا bravely ولا braving؟ هنا plays يلعب فيجي بعدها ظرف، فين الكلمة الظرف هنا؟ هتبقى bravely، فأقول لك كده he plays bravely. فلازم أعرف ترتيب الجملة، عارف إن اللي يجي بعد الفعل الفاعل. يعني مثلا لما أقول لك كده she not at the exam، لما اديك في الاختيارات كده confusion، ومديك confused، ومديك confuse، ومديك confuses، ومديك يا عم confusing. صلى على رسول الله. she not at the exam، هنا مديك الجملة هنا ايه؟ فاعل صح؟ subject، اللي يجي بعد الفاعل الفعل، المفروض اختار هنا ايه؟ الفيرب. مديك هنا confusion هي كلمة اخرها جين، دي noun دي اسم. مديك confused فعلا اخره ايه؟ دي تصريف تاني فعل كتابة، او ممكن تبقى صفة على فكرة. يعني كلمة confused وكلمة confusing، كلمة confused وكلمة confusing الاتنين دي صفات، بس في فرق بين الصفة اللي اخرها اي دي والصفة اللي اخرها اي ان جي. يعني مثلا snake is frightened ولا frightening I am frightened. يعني مثلا كلمة الصفة اللي اخرها اي ان جي توصف المسبب للحاجة. يعني لما انت عندك غير عاقل، هما بيجيبوا لك كده في الكتاب غير عاقل، بس الكلام ده غير غلط، الكلام ده مش صح. يعني ممكن تيجي توصف حاجة تانية عاقل، بس الفكرة كلها بتوصف المسبب، انما confused سبب بقى. يعني مثلا الامتحان السؤال كان مربك، يبقى اخره اي ان جي ولا الاخيره اي دي؟ confusing. انما انا حسيت بالحيره والربكه فاختار الصفه اللي اخرها اي دي. انما الاتنين دول ايه؟ صفات adjective عادي. يعني لما اديك جمله كده واقول لك كده snake ثعبان is not I feel not، مديك في الاختيارات frightening و frightened، الصفة اللي آخرها أي إن جي والصفة اللي آخرها أي دي. أنا واحدة فيهم تنفع مع دول؟ أنا حسيت بالحيرة وبالربكة، أنا اللي حسيت، أنا حسيت إن أنا كنت خايف، أنا كنت مرعوب frightened. إنما الثعبان كان مخيف يبقى frightening. فهمت الفرق بين الصفة الأخيرة دي والصفة اللي آخرها أي إن جي؟ المهم معايا خلاف موضوعنا. لما أقول لك she not at the exam، هو عارف إن هيجي هنا verb، فأنا ما ينفع يا صديقي ينفع أختار فعل آخره إيه دي؟ مش تنفع أصلا، لأن مفيش كلام دال على الماضي. طالما مفيش كلام دال على الماضي مينفعش يجي فيها تصريف تاني.
مش مديك كلمة دالة أو مديك جملة أو مديك فعل في الماضي، فيختار الفعل تصريف تاني في الكلام في الماضي، إنما هو عايز هنا مضارع بسيط. هنا شي مفرد، شي مفرد يبقى فعل آخره اس، مينفعش أختار كلمة confuse، يبقى confuses. وصلت ولا موصلتش؟ يبقى أنا المفروض أعرف ترتيب الجملة عشان أعرف أحل فيها. يبقى هنا ديت فاعل فيجي لنا الفاعل، فين الفاعل هنا؟ كوبريت، وبيجي آخرها اس فجاي جمع، فجاي فعل في المصدر تصريف أول للفعل بدون أي إضافات. إنما كوبريتيف دي تعاوني، دي صفة أدجكتيف. والأدجكتيف عشان تعرف الأدجكتيف خلاصة الأدجكتيف لا بيجي بعد الفعل التقراري تقريري. عارف ايه الأفعال التقريرية؟ اللي هي زي كلمة سيم أو ساوند أو appear. الأفعال ده كلها بيجي بعدها صفة. الصفة بتيجي بعد الفيرب تو بي. عارفين هو الفيرب تو بي اللي هو am was are was were، بيجي بعدها الصفة. والصفة تصف الاسم. يعني ممكن اقول لك he is a good player، he is a smart player، هو لاعب ذكي. هنا الادجكتيف جت قبل الناون، الصفة جت قبل الاسم. وممكن يا صديقي تيجي بعد اللي هو some واني ونو والحاجات ده كلها يجي بعدها الصفات الادجكتيف. انت كده عارف مكان الصفات، عارف انا امتى هختار الصفة. والظرف يصف الفعل ويجي بعده. If I lived in Alexandria I not walk along the sea overnight. صلى على رسول الله. القاعدة ديت على حلة if. انت عندك if هنا مضارع بسيط، الناحية التانية والمصدر. انت عندك يا حبيب قلبي if دي جاك أداة ربط، أداة الشرطية. انت عندك اي أداة ربط تجيلك سواء if after when as long as after before by time، اي أداة ربط تجيلك، اي أداة ربط. هنا مضارع الناحية التانية مستقبل. ازاي يا صديقي؟ انا قلت مضارع، يعني ممكن يجي مضارع بسيط، ممكن يبقى تام، ممكن يبقى مستمر، ممكن يبقى تام مستمر. الناحية التانية مستقبل بسيط صح؟ ممكن يبقى مستقبل تام، ممكن يبقى مستقبل مستمر، ممكن يبقى مستقبل تام مستمر، وممكن تبقى مضارع. يعني امتى اف تيجي مضارع بسيط الناحية التانية مضارع بسيط. اف مضارع بسيط في حالة اف ايه؟ الصفرية. شاطر ممتاز. يعني دي حالة اف ايه؟ الصفرية. كلام جامد. اف الصفرية بتتكلم في ايه؟ في الحاجة العلمية، الحاجة اللي مثبتة. if you heat water it boil. الجملة دي فيها غلطة. ايه الغلطة اللي في الجملة دي؟ ممتاز. كلمة boil ديت المفروض الفعل آخره اس boils، لأن it مفرد يبقى الفعل آخره اس. مع المضارع البسيط يا مستر بيتكون لما يجي الفاعل جمع، لما يكون اي او وي او يو او زي او اي اسم جمع يجي معاه الفعل في المصدر بدون اي اضافات. لو الفاعل مفرد زي هي وشي او ات او اي اسم مفرد يجي الفعل اخره اس it boils. if you heat water it boils. دي في حالة اف ايه؟ الصفرية. طب انا يا صديقي، طب انا دلوقتي لو قلت لك كده if you doesn't study you won't success، مش هتنجح. ايه الغلط اللي في الجملة دي؟ ما هنا مضارع بس يا مستر الناحية التانية والمصدر. ايه الجملة صح؟ لا يا حبيبي الجملة فيها غلط. ايه الغلط بقى؟ ايوه شاطر. هنا يو جاي جمع ولا مفرد؟ جاي جمع. الجمع منفيه بدونت ولا بدازنت؟ بدونت. شاطر. فدازنت دي غلط، المفروض تتكتب ايه؟ دونت. you want success. يعني مثلا لو قلت لك كده she not play هجيب معاها don't ولا doesn't؟ she مفرد، انا قلت الجمع بيجي معاه don't يبقى المفرد يجي معاه ايه؟ doesn't. يبقى المضارع البسيط لو الفعل جمع بنفيه don't، لو الفعل مفرد بنفيه doesn't. طب انا خدت بالك ان كلمة study جايه في الفعل في المصدر تصريف اول للفعل بدون اي اضافات، يعني ولا جاي معاه اس ولا جاي معاه دي ولا جاي معاه ان جي ولا جاي معاه حرف جر. وكذلك نفس القصة مع شي doesn't play. طب انا يا صديقي في كلمة تانية
طب بتفيد دونت ودازنت في النفي. ايه هي؟ نيفر. ممتاز. يبقى كلمة نيفر معناها ابدا، بتيجي بمعنى ايه؟ النفي. طب انا لو قلت لك كده she doesn't play، وعايز احط يا صديقي she never، اقول كده she never. هي she مفرد ولا جمع؟ يبقى المفروض الفعل اخره ايه؟ اس، فهقول ايه؟ plays. ما اثرتش على الفعل تماما، دي حاجه اسمها frequency verbs، ظروف التكرار. هنا شي مفرد جه فعل اخره اس، انما هنا لو قلت شي، لو قلت يو، قلت نيفر، هتبقى اصطادي تماما عادي. ما هي اصلا في التكوين كان بيجي معاها الفعل في المصدر بدون اي حاجه. وصلت؟ يبقى المضارع البسيط تصريف اول للفعل، تصريف اول للفعل، خلاصه كده، تصريف اول للفعل، فاعل مفرد فعل اخره اس او اس او اي اس. تصريف اول للفعل فعل جمع فعل في المصدر بدون اي اضافات. قشطه قشطه. مع المفرد بقى في بدون طلب دازنت، بدازنت، كلام جميل. مع الجمع بدونت، كلام جميل. قلنا بعد دونت ودازنت بيجي ايه؟ المصدر. حلو حلو. if I lived، انا جاي شرحت حاجات اف الصفريه وشرحت حاجات اف الاولى، بس هو انا مديك if I lived، هنا الفعل اخره ايه؟ اي دي. اي دي انا قلت يعني ما ينفعش دي كده الجمله دي مضارع، لا الجمله دي جايه في زمن ايه؟ ماضي بسيط. طب هو الماضي البسيط يا مستر بيتكون من ايه؟ الماضي البسيط يا حبيب قلبي بيتكون من التصريف التاني للفعل. عندك الفعل اخره دي او اي دي او اي اي دي، بلايد، واتشد، ليفد، فيزيت، فيزيتد، ترايد، الافعال الافعال دي كلها فعل اخره دي او اي دي او اي اي دي، فجاء تصريف تاني فهتيجي في زمن الماضي. وعندي بقى افعال شاذة، الافعال الشاذة دي بتتحفظ، يعني مثلا كيب، كيبت، تيتش، توت، كاتش، كوت، فلاي، فلو. الافعال دي جايه تصريف تاني بس افعال شاذة لازم اعرفها، يعني مثلا زي جو الماضي بتاعها went، يعني لما اقول لك كده she went home، she went home الجمله هنا جايه تصريف تاني فجايه في زمن الماضي. طب لو قلت لك كده she goes home، جايه تصريف اول والفعل اخره اس، فدي جايه ايه؟ مضارع، فالجمله دي زمن ايه؟ مضارع البسيط. كلام جميل لحد دلوقتي، كلام جميل. طب انت يا مستر قلت لي هنا لو جت مضارع بسيط الناحيه التانيه مضارع بسيط لو هي علميه، هنا مضارع بسيط الناحيه التانيه نقوله المصدر لو جمله عاديه. طب هنا جاي لي بقى لو جاي لي ماضي بسيط الناحيه التانيه هيجي ايه؟ هو انا قلت لو مضارع الناحيه التانيه ويل والمصدر. طب لو ماضي وود والمصدر، ما هي ويل التصريف التاني بتاعها وود بس. والابستروف دي اختصار لكلمة وود، بس شرط اساسي يجي بعدها المصدر، شرط اساسي يجي بعدها ايه؟ المصدر. طب انا دلوقتي لو قلت لك كده شي مثلا visited كايرو، هي زارت القاهرة، الجملة دي جاية تصريف اول ولا تاني؟ تاني. يعني مضارع ولا ماضي؟ ماضي. يعني فيها بدونت وبدازنت ولا بديدنت؟ didn't، ان دونت ودازنت بيجوا فين؟ في المضارع. didn't بتيجي فين؟ في الماضي. فهنا هجيب مع ديت ايه بقى؟ didn't. هقول كده she didn't. انا قلت بعد دونت ودازنت وديدنت بيجي ايه؟ مصدر. مصدر يعني تصريف اول يعني بدون اي اضافات، فتبقى she didn't visit كايرو. نفس القصة دي في الماضي، لو شلت didn't وحطيت never، هي مش الجملة ماضية يا مستر؟ هي نيفر بتأثر على الفعل؟ لا، فهتنزل الفعل زي ما هو. فيزيت هتبقى فيزيتد، فيزيت هتبقى ايه؟ فيزيتد، فيزيتد عادية جدا الجملة الماضية. نرجع لمرجان. if I lived in Alexandria، لو انا عايش في اسكندرية I not walk along the sea every night. انا ما اضحكش عليك بكلمة every، ما اضحكش عليك بالكلام ده. هنا الجملة ماضي، if ماضي الناحية التانية would والمصدر would have بس. ايه بقى ايه الفكرة في كده؟ would have had ديت جايه حالة اف التالتة، المفروض يجي قبلها ماضي تام، هنشرحها دلوقتي، هنحلها دلوقتي.
if you have a cold not see a doctor, didn't see a doctor, should see a doctor, don't see a doctor. صل على الحبيب قلبك يطيب. هنا if جاي بعدها الناحية التانية ايه؟ مضارع بسيط. المفروض الناحية التانية ايه؟ مضارع. هي دي مضارع؟ لأ. وهنا جاي نقط، المفروض يجي بعد النقط ايه؟ فاعل صح؟ هو انت لو عندك برد تشوف الدكتور ولا ما تشوفش الدكتور؟ مش هتنفع دونت. وهنا الكلام اخره نقطة. لو مديك شوط في الأول المفروض تبقى آخرها علامة استفهام كوتشن مارك، ما هو مش مديك فاعل. هتبقى الإجابة سي أ دكتور. سي أ دكتور دي جاية جملة أمرية imperative statement. imperative statement الجملة الأمرية بتتكون من infinitive فعل في المصدر في جملة. سي أ دكتور شوف الدكتور، open the door افتح الباب، shut up your mouth اقفل بقك، دي كلها جملة أمرية بتيجي في الأمر. بيجي الفعل في المصدر في أول الجملة. العزم فيها بقى بدونت، وبعد دونت بيجي المصدر. don't speak ما تتكلمش، don't eat ما تاكلش، دي في النهي. برضو بيجي بعدها المصدر. enough time I would help you. قلنا بالصرف دي اختصار لكلمة ايه؟ would. في شرط الأساسي يجي بعدها ايه؟ المصدر. هنا would والمصدر بالناحية التانية ايه؟ ماضي بسيط. ماضي بسيط. have دي ماضي ولا مضارع؟ مضارع مش تنفع. سيبك من دي الأول. have دي ماضي ولا مضارع؟ مش هتنفع. أنا معايا had I وhad I had. صلى على الحبيب قلبك يطيب. لما أقول لك يا صديقي كده، لما أقول لك كده she had a car، بقول لك كده she had a car. ايه بقى had وايه had دي بقى؟ هنا الاتنين معناهم كانت تملك سيارة. she had تصريف تاني للفعل have، يعني الجملة جاية في زمن الماضي البسيط. يعني يا مستر لما اجي فيها كده اقول لك كده she didn't، وبعد didn't هيجي المصدر يبقى she didn't have a car. هنا لما جينا فيها بايه؟ didn't عشان الجملة جاية في زمن ايه؟ الماضي البسيط. انما she had في اتنين had دي جاية كفعل مساعد بتاع جملة زمن الماضي التام. هو الماضي التام كان بيتكون من ايه؟ من had والبي بي past participle تصريف تالت للفعل. هو الماضي التام كان بيتكون من had والتصريف تالت للفعل. يبقى قلنا مضارع بسيط تصريف اول، ماضي بسيط تصريف تاني، ماضي تام had والتصريف تالت. لما يجي لك had والتصريف التالت فدي جايه في زمن ايه؟ ماضي تام، فهتنفيها زي ما هي بتنفي عادي فعل مساعد في الجمله. هو مديك الفعل المساعد اصلا، انما في المضارع البسيط والماضي البسيط مفيش فعل مساعد اصلا. انما she had a car هنا هتنفيها هتقول she hadn't had a car. شوف انت لفيت دي ازاي ونفيت دي ازاي. دي زمن ودي زمن، دي جايه كفعل اساسي، دي جايه كفعل مساعد بعدها الفعل بتاعها. وصلت. انا قلت لو هنا ماضي بسيط الناحيه التانيه هيجي ايه؟ would والمصدر. طب هنا يا حبيب قلبي لو مديك ماضي تام هيجي بقى حاجه اسمها would have تصريف تالت للفعل على بعضها كده would وهاف وتصريف تالت للفعل. دي بتيجي في حاجه اسمها الندم، يعني عن الندم. اقول لك كده if she had studied an exam she would have passed. كده تنجح. ومعنى الجملة دي ان هي ما ذاكرتش وما نجحتش، ما دي بتيجي في الندم. في الحالة دي تاخد الكلام بعكسه. انا لو كنت هي لو هي كانت ذاكرت كانت هتنجح، هي ما ذاكرتش وهي ما نجحتش. هنا هاد والتصريف التالت جه الماضي التام، جاي الناحية التانية would have والتصريف التالت. هقول لك على معلومة، هنا كلمة would جاي بعدها كلمة ايه؟ have اللي هي اصلا مصدر، وبعدها جاي التصريف التالت. طب لو have جه بعدها اسم، have جه بعدها اسم، يعني would have مثلا money، فهنا الجملة
الناحية التانية هيبقى ماضي تام ولا ماضي بسيط؟ هو الماضي البسيط كان would have، كان would والمصدر اللي هو would وهاف وجاي بعدها اسم لا يملك، فساعتها اختار ايه؟ الماضي البسيط. فلازم تجيب لي الستراكشر كامل على بعضه اللي هو would have والتصريف التالت. فالناحية التانية يبقى هاد بي. فهمت بقى ديت؟ فهنا would والمصدر، would والمصدر مش هينفع اختار الاتنين هاد مع بعض، فاختار ايه؟ had I. If it weren't for his father he knows the job. will want غلط، هو مديك هنا where ماضي. خدت بالك ان كلمة where جاية مع كلمة I؟ ايوه حد ممتاز يقول لي امتى كلمة where تيجي مع كلمة I؟ ايه الحالات اللي بتيجي معاها كلمة where و I؟ ممتاز يلا، زي كلمة if I were you I would، أنا لو مكانك هعمل. فبتيجي في حالة ايه بقى؟ النصيحة advice. if I were you I would see a doctor، أنا لو مكانك هشوف الدكتور. if I were you I would call my father، هكلم أبويا. وبتيجي في حالة التمني والدعاء، الحاجات دي كلها كلمة I تنفع مع كلمة where. If it weren't for his father he knows that job. هنا مديك هنا ماضي، وهنا دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. هنا ماضي بسيط ولا ماضي تام؟ ماضي بسيط، يبقى اختار would والمصدر. طب لو كان ماضي تام would have والتصريف التالت بس. بالنسبة بقى للسبيشال كيسز اللي في آخر حالة if اللي هو provided that و as long as without و in case of و in case، الحاجات ده كلها يا صديقي ما نشغلش بالك بيها لأنها أول ما بتيجي في الامتحان. بس أنت ركز إن كلمة in case بيجي بعدها in case without، الاتنين دول بيجي بعدهم noun أو verb ing، بس دول أهم حاجة لازم تركز فيهم. وركز قوي إن كلمة unless بتساوي if زائد النفي، هما دول أهم نقطتين في حالة if. هنا بقى ايه بقى يا صديقي في الجملة دي؟ مديك would وهاف والتصريف التالت، يبقى المفروض ان الناحية التانية يجي ايه؟ ماضي تام. دي لأ دي لأ دي لأ، فاختار ايه؟ had I. بس مضارع بسيط والمصدر، ماضي بسيط would والمصدر، ماضي تام would have تصريف تالت بس. هتلاقي هنا تصريف تالت اللي هو بي الناحية التانية بي تصريف تالت بس يا عم. الإساي بقى write an essay of about 180 words on the following topic. ازاي تحل الإساي بقى؟ ومديك 180 كلمة. الفكرة أكتر سؤال مهم جدا 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 الإساي ده، لأنه بيخليك تعمل اوت بوتس، بيخليك تتكلم إنجليزي. أنت حفظت كلمات وذاكرت جرامر، اعمل بقى اوت بوتس، اتكلم، اعمل كونفرسيشن، اعمل سبيكينج، يخليك تعمل حوار مع أي حد. How can we be beneficial to our community؟ ازاي احنا نكون مستفيدين أو عاملين فايدة لمجتمعنا؟ اول حاجه في الاساي مفيش حاجه اسمها مقدمه. لو تكتب مقدمه للموضوع ان وان كانت نازل تكتبها في الاعدادي ده كله غلط، والخاتمه كل ده كله غلط في الزباله. قسم الموضوع عندك، انت بتسيب سبيس هنا وهتقسم الموضوع. المقدمه هتتكلم في الموضوع ذات نفسه، انا مثلا انا هتكلم عن ازاي اكون مفيدين لمجتمعنا، انا هجمع النقاط دي وهكتبها هنا كده اللي هو introduction. اتقدم what you say اللي انا هقوله. انا مثلا هتكلم عن مشكله البيئه، هتكلم هنا انا اقول لك انا هتكلم عن مشكله البيئه. انا هتكلم عن الزراعه، فهتكلم هنا عن الزراعه، هقول لك انا هقول عن كذا وهعمل عن كذا، بقدم اللي انا هقوله في الموضوع ده. خش بعد كده يا حبيب قلبي عن الموضوع، برضك هتسيب سبيس صغيره هنا كده وتكتب الموضوع بتاعك. ما هو عندك الاساي يا حبيب قلبي بيتكون من introduction اللي هو المقدمه، وعندك البادي اللي هو الموضوع اللي بتتكلم فيه، وعندك الكونكلوجن اللي هي الخاتمة. مقدمة والموضوع والخاتمة. أنا يا حبيب قلبي هقسم الموضوع لعناصر زي العربي كده، هم كاتب العناصر هنا بقى هشرح كل عنصر لوحده واهبد. انت تقدر تكتب بدل الموضوع كتير قوي، بس اتعلم تفكر، اتعلم تشغل دماغك، وحاول تدي قواعد جرامر ادفانسد ليفل زي حالة اف، مثلا زي ترانزيشن ووردز، يعني مثلا زي كلمة first، الكلمات دي تحفظها first
second التاني. in other hand من الناحية الأخرى لو عايز تجيب حاجة من التناقض تقول مثلا contract في التناقض. عايز مثلا تتكلم في حاجة at all إجمالا. عايز تتكلم في حاجات كده لازم تعمل transition words ده الربط دي عشان تربط الكلمات مع بعضها، تذكر المشكلة وحلها، تذكر موضوع والفايدة منه. ده كده الموضوع، تشرح العناصر اللي اتكلمتها هنا. ده بقى الخلاصة conclusion. عندك كلمة زي كلمة، شفت الإساي لما بشرح لك الإساي اللي هو الناريتيف والارجيومنتيف والديسكريبتيف والاكسبستوري، الحاجات دي كلها في الإساي. أنا هنا بقول لك إنها الخلاصة، هنا هتلاقي المقدمة والخلاصة ثابتين في كل الإساي. مثلا تقول تو سام أب عشان ألخص الموضوع، أو فاينلي، أو إن سمرايز في التلخيص. إن سمرايز في التلخيص تقول بقى اللي أنت قلته هنا بجملتين بسيطة. مثلا تقول مثلا نصيحة، تقول مثلا مقولة مفيدة، تقول دعوة لحاجة انت عايز تعملها. خلاص الكلام اللي تقوله في جملة مفيدة. فهمت ولا ما فهمتش؟ على فكرة اسهل سؤال جدا، ما تنقليش القطعة في الإساي، ما تنقليش الترجمة في الإساي، اتعلم تكتب إساي، لأن هو سؤال هيعلي مستواك جدا جدا في الليفل بتاعك في الإنجليزي. She was over the moon ده idioms معناها هو مش فوق القمر، هو معناها سعيد جدا. I'm very happy, I'm very pleasure. سعيد جدا جدا، مبسوط، واحد منشكح. over the moon قابل البنت بتاعته النهارده، سمع كلمة حلوة النهارده، جاب مجموع حلو النهارده، اتقبل في الشغلانة، اتقبل في الوظيفة، حصل له حاجة خلاه جدا very. I'm over the moon، أنا سعيد جدا. when she not with us in that shirty. انا كنت سعيد لما هي معانا في الجمعيه الخيريه. كلمه urge ديت من السينونيم معناها يحس او يشجع، من السينونيم بتاعها زي كلمه support او encourage او motivate او enthusiasm. دي كلها urge ديت كتير جدا في السينونيم لكلمات كتير جدا. deleted مسح يمسح، participated يشارك، وده بيجي بقى حرف جر ان لو يجي الحاجه اللي بعدها، زي كلمة take part in، يعني كلمة take part in معناها يشارك، و affected يؤثر. إنما كلمة تأثير معناها effect، يعني كلمة كده effect و impact و influence، الحاجات دي كلها معناها تأثير، ويجي حرف الجر بتاع on، بيجي مع الفعل have. أنا كنت سعيد لما هي شاركت معانا في الجمعية الخيرية. You can't deny that you were unhappy when you were left despite your mistakes. أنت مش هتقدر تنكر إن أنت ما كنتش سعيد لما أنت على الرغم عن غلطك. You were left out يعني مستبعد. كان في كلمة عكس كلمة left out أنا شرحها دلوقتي، أول كلمة شرحتها وأنا بحل الفيديو ده. يعني أنت في أول دقيقتين كده في الفيديو عندك اللي بتشوفه دلوقتي أنا شرحت كلمة كانت عكسها كلمة left out، إذا كان معناها شامل inclusive. يبقى inclusive معناها شامل، عكسها كلمة left out معناها مستبعد. الكلمتين دول جايين في الامتحان. treating everyone justly and equally means، كلمة just هي أصلا كلمة equality بتساوي كلمة fair، هي كلمة fairness العدالة والإنصاف. تعامل الناس بعدالة ومساواة وإنصاف معناه إيه بقى؟ fairness. هشوف لسه بقولها دلوقتي حالا. fairness التلات كلمات دول فيهم السنين مع بعض. لما intelligence دي ذكاء، والكلمات دي كلها جاية نون على فكرة، كل الكلمات جاية نون آخرها بص نس الكلمات دي كلها آخرها اسم، الكلمات دي اسم. يعني intelligence دي ذكاء، fairness عدالة وإنصاف، forgiveness المسامحة أو العفو، truthfulness الخيانة. she not to come she would enjoy nice time. حلو أوي الجملة دي أوي. بص أنا هحل معاك بمبدأ حلو جميل جدا. هو مديك يا حبيب قلبي الناحية التانية هنا إيه؟ would والمصدر، يبقى الناحية التانية المفروض يجي إيه؟ ماضي بسيط. كلام جميل أوي. ماضي بسيط حلو، نمشيها واحدة واحدة. هو مديك نوع شيء to come، هو لما يديك should هيجي بعدها ايه؟ المصدر من غير اي حاجه. هو مديك هنا ايه؟ to مش تنفع. لو اخترت good نفس القصه مش هتنفع.
طب لو اخترت هاد، واحدة واحدة، هو هنا لو would والمصدر، طب لو اخترت هاد المفروض يجي بعدها اسم عشان تبقى ماضي بسيط، انما لو جه تصريف تالت باست بارتيسيبل تبقى ماضي تام، بس المفروض ان حتى يجي would have تصريف تالت. هو مديك تو والمصدر فتبقى where. يبقى لو مديك، لو بقول لك كده if I، هي اصل الجمله كده if I came late مثلا I would be punished، انا هتعاقب. انا لو جيت متاخر انا هتعاقب. والجمله دي جايه بس في مبني المجهول، would جاي بعدها مصدر be ذا تصريف تالت. if I came تصريف تاني للفعل come، come تصريف اول، came تصريف تاني. هنا حالة اف ايه التانية، فشال يا حبيب قلبي كلمة اف ديت وحط بعدها كلمة وير، وجاب الفاعل اي، وبعد الفعل جاب تو والمصدر، فكلمة ديت جاب تو كم. يعني لما يشيل اف ويحط وير في حالة اف التانية بتبقى تو والمصدر. انما يا حبيب قلبي لو مديك هاد مثلا، هاد اي كار I would drive you، انا هوصلك. دي حالة اف ايه برضو التانية، had جاي بعدها اسم، يعني الناحية التانية would والمصدر. طب لو قلت لك كده had I had car، هنا had وجاي بعدها تصريف تالت للفعل، فدي حالة اف التالتة اللي هي ماضي تام، فالناحية التانية تبقى would I would have والتصريف تالت. Take your lunch box with you to the club، خد البتنجان بتاعك وانت في النادي. You are hungry، انت جعان، في حالة ان انت جعان. قلنا وزود ديت بيجي بعدها noun او verb ing. صح معايا. unless بيساوي if بيجي بعدها نفي، بيجي بعدها جملة كاملة فاعل وفعل. قلنا in case بيجي بعدها noun او verb ing. في حالة ان انت جعان هتبقى الاجابة كلمة in case جاي بعدها you are hungry لو انت جعان، انما without لا، وunless لا، وin case لا هتبقى الاجابة، وشود لا هتبقى الاجابة كلمة in case. in case of اللي فيها لو verb ing. We all didn't accept him to be not in the main team. It was surprising. احنا ما كناش متوقعين له ان هو ايه في الفريق الاساسي، ده مدهش جدا. recycled يعاد تدويره، pretend يتظاهر او يدعي، forgive يمسح، included يشمل. على فكرة الجملة دي جاية بس في مبني المجهول، التلات كلمات دول جايين تصريف تالت فتبقى included. مش دي حاجة مدهشة جدا، انا حاسس ان هو شامل في الموضوع. by the end each chapter of the novel، هي حاجة اسمها verbal collocations المتلازمات اللفظية. by the end of بنهاية مين؟ by the end of each chapter of the novel بنهاية كل فصل من الرواية we have to do a review on it، المفروض نعمل مراجعة عليه. بيديك هنا في الإلزام وجمع جاي بعدها ايه have to، بعدها have to جاي المصدر. انما لو كان جاي هنا مفرد كنت اختار ايه has to مع الكلام كله مضارع. انما لو كانت ماضي كنت اختار had to. all the candidates should be the same chance to be able to choose the best. كل المرشحين لازم ان هم يكونوا ايه في نفس الفرصة عشان يكونوا قادرين ان هم يختاروا الافضل. يعطوا الفرصة given the chance، كلهم المفروض يكونوا اخدوا نفس الفرصة، اعطوا نفس الفرصة. يعني هنا الكلام بس بمبني المجهول، should جاي بعدها بي جاي بعدها تصريف تالت. احنا قلنا بص يا حبيب قلبي، خلاصة المجهول في اي زمن يجيلك، في اي زمن يجيلك بيجيلك هنا المفعول verb to be، الناحية التانية تصريف تالت من غير حرق بنزين كتير. المفعول الشيء اللي بيقام عليه الحدث، اللي هتضرب اللي هتطرد اللي هتشرح اللي هتك، انت عارفه اللي هو الاوبجكت، اللي هو ايه اوبجكت. حلو. بعد كده بحط الفعل تصريف تالت. دايما المبني المجهول فعل تصريف تالت، دايما في اي زمن مبني المجهول فعل تصريف تالت. قشطة قشطة.
بحط الفيرب تو بي ده اهو في زمن الجمله. ازاي؟ انا مثلا لما كنت بشرح المضارع البسيط، الفيرب تو بي بتاع المضارع البسيط ام ويز وار بس يا عم. طب لو ماضي بسيط was او were. طب لو ماضي تام، هو الماضي التام كان بيتكون من had والتصريف التالت يبقى had been بس يا عم. طب المضارع تام had، المضارع بتاعه has و have زائد been. يعني مضارع تام am with وار تصريف تالت، ماضي تام was were تصريف تالت، ماضي تام had been والتصريف تالت، مضارع تام has have been تصريف تالت. طب انا عايز اقول مضارع مستمر اهي am with، هو مضارع مستمر كان بيتكون من ايه؟ am with وار فيرب نجي am with وار being. طب ماضي مستمر was were being. تعال نحط الوان شويه كده. was were زائد being بس يا عم. هو المستقبل البسيط كان بيتكون من ايه؟ will والمصدر يبقى will be. should be. must be. can be تصريف التالت، could be والتصريف التالت. has to اهي has to be past participle. have to be تصريف التالت للفعل. الحته ده كده ملخص المجهول في الانجليزي كله. كلام جميل، كلام جميل. would you join the club if you not اهو would والمصدر يبقى الناحية التانية ماضي تام had دي كده تام مش هتنفع. were having اصلا مش هتنفع اصلا، وهاف دي مضارع. if he hadn't done his homework on time. hadn't done جاي بعدها تصريف تالت بي. if had بي ماضي تام الناحية التانية بي. should have بي. هنا بقى بص يا حبيب قلبي، مش تنفع دي ومش تنفع دي. انا مديني يا مستر 2 هاف ومديني 2 بي. اختار المعلوم والمجهول. هيبقى بلاش معناها ايه؟ يعاقب. انا لو ما عمل، هو لو ما عملش الواجب هو هيتعاقب. يعني هو هيعاقب، هيضرب ولا هينضرب؟ هينضرب. يبقى كلام مجهول يبقى verb to be والتصريف التالت have been finished. هقول معلومة لله والوطن. لله كلمة يا حبيب قلبي should have والباست participle shouldn't have والباست participle should have be shouldn't have be. الاتنين جاي بعدهم تصريف تالت للفعل. حلو كلام جميل قوي. should معناه ايه؟ يجب ان. وshouldn't لا يجب ان. فاكرين وانا بشرح حالة اف التالتة قلت اف ماضي تام من الناحية التانية كان ايه؟ would have تصريف تالت. قشطة يعني انت قاعد فاهمانها اهو مركز اهو. حلو. قلت حالة اف التالتة كانت بتيجي في حاجة اسمها ايه؟ وانا بكتبها هنا كده قلت ايه؟ الندم. يعني ايه الندم؟ يعني قلت لك لو هي كانت ذاكرت كانت نجحت. كنت كاتبها مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. بس قلت لك هي ايه؟ ما ذاكرتش. يعني انا خدت الكلام بايه؟ بعكسه. يعني بيجي الكلام عكس ما هو ايه؟ مكتوب. يعني should have تصريف تالت. should معناها ايه؟ يجب ان. should have مثلا studied، هو المفروض يذاكر، معنى كده هو ايه؟ ما ذاكرش. يبقى should معناها يجب ان، حاجه المفروض كان يعملها بس هو ايه؟ ما عملهاش. عكس كلمه shouldn't معناها ايه؟ لا يجب ان. بيجي بعدها have والتصريف التالت، يعني كلام في الماضي. shouldn't have والتصريف التالت، حاجة المفروض ما يعملهاش ولا حاجة المفروض يعملها. هو مديك shouldn't يبقى حاجة المفروض ما يعملهاش. عملها ولا ما عملهاش؟ خد الكلام بعكسه، حاجة المفروض ما يعملهاش معنى كده ان هو ايه؟ عملها. فهمت ولا ما فهمتش؟ فهمت. يعني اقول لك كده she، اكتب جملة ركز معايا. she should have gotten up late. She missed the bus. جميلة أوي الجملة دي. هي فاتها الأتوبيس، هي كان المفروض تصحى متأخر، هي فاتها الأتوبيس. الجملة هتمشي؟
مش تمشي خالص. هديك ثانية تفكر فيها كده. She should have gotten up late. She missed the bus. ركز شوية، ركز شوية على همسح الحتة دي. اهو مدينا مستر شد ومدينا هاف وجايب بعدها التصريف التالت. عايز ايه؟ وهو فات الاتوبيس. هو كان المفروض، هي كانت المفروض تصحى متأخر ولا ما كانتش المفروض تصحى متأخر؟ ما كانتش. يبقى شد المفروض تبقى ايه؟ شودنت. او ممكن اسيب كلمة شود زي ما هي وغير كلمة ليت اخليها ايه؟ early. هي كان المفروض تصحى بدري، ما كانتش المفروض تصحى متأخر. اللي بعدها to not is to make someone or something part of group to or to انت تخلي واحد مشترك في مجموعة او مشترك في حاجة. انكلود جاي في الامتحان، انكلود يشمل، انكلوزيف شامل، وعكسها left out مستبعد. he is to not and measure that he can come first easily. هو ايه جدا وطموح جدا ان هو عايز يطلع الاول بسهولة جدا جدا، واثق ان هو يطلع الاول، ان هو يطلع افضل مش عارف ايه واحسن مش عارف ايه وبتنجان ايه. intolerant دي مش متسامح. unintelligent ديت مش ذكي. في النفي دي كلها prefix و suffix. winning this international championship needs to not more great offers. ان انت تفوز بالمسابقة العالمية محتاج ان انت ايه؟ جهد عظيم كبير جدا جدا جدا. ignore معناها يتجاهل. forget دي معناها ينسى. الفعل بتاع offers make يصنع جهد، يصنع يبذل مجهود، لازم تتعب وكده يعني. if you not enough time would you like to come to the cinema with us. if الناحية التانية هنا بص would والمصدر هنا التانية مدة بسيط had. we they finish their task they won't call you. هنا will عكسها won't يعني مستقبل، المفروض الناحية التانية مضارع. had مش تنفع ومش هتنفع وكود مش هتنفع. بص من غير ما اقرا الجملة، بس انا عايزين نقرا الجملة لان كلمة كود ممكن تيجي مضارع. كود بتيجي مضارع، انا عارف ان هي جايه تصريف تاني والبتنجان ده كله بتيجي مضارع. they finish their task they want to call you. لو هم ما خلصوش المهمة مش هيكلموك. unless they finish is لم يعني انه المكالمة مش هيتصلوا عليك. ماشي. unless مش هينفع had ولا هينفع where ولا هينفع كلمة كود، تبقى ايه؟ unless. خش على اللي بعده. خد يا زلفي. يلا يا لهوي. كان فيلم أمير الظلام بتاع عادل إمام. خد يا زلفي. The new park was built to improve the quality of life for the north of the area. الحديقة العامة بنت was built to. بحب أنا الصيغة دي قوي. was built الجملة دي مغرقة ثانوية عامة. The new park was built to improve the quality of life for the north. اللي هم لاجئين للمنطقة residents. اللي هم الحديقة العامة دي اتبنت عشان تحسن جودة الحياة للناس في المنطقة دي. traders دي تجار، assets لعب القوة، criminals المجرمين. are people who help to solve its agreement. الناس اللي بتساعد جانبين ان هي تحل الخلاف والمشكلة. mediators الوسيط، اللي هو مثلا يجيب حد من هنا وحد من هنا ويحلوا الموضوع، او في مشكلة مع فلان ومشكلة مع علان وبيدخل وسيط بينهم ويحلوهم. مثلا صراحة صاحبتك الاتنين مع بعض، عملت عمل خيري دخلت الاتنين مع بعض كده يعني موافق رسم في الحلال. عارفين تيتشر يعني ايه؟ شطار. ولانتير يعني ايه؟ ويكرز يعني ايه؟ شاطر. نهى couldn't the pressure of the life ضغط الحياة of the final exam امتحانات النهائية. طبعا من ضمن المسابقة بتاعت الثانوية العامة ان بيكون في pressure وستريس ان هي ثانوية وأهمية والكلام ده كله، ان هي مش قادرة تتعامل handle
وعلى فكرة في الترجمة العربية بتاعت كلمة هاندل معناها يتعامل مع، يعني هي هاند يتعامل مع، مش هاندل بيساوي كلمة ديل ويز. يعني ديت فعل وحرف جر، دي اصلا فعل من غير حرف، ترجمتها تتعامل معها، هي مش قادرة تتعامل مع الضغط. هي agreed to not the responsibility، بس responsibility معناها مسؤولية. take on معناها يتولى المسؤولية أو يتقبل المسؤولية. put off معناها يؤجل، بتساوي كلمة delay. look for يبحث عن، get over يتغلب على. meaning not can happen when people have different opinions and refuse to listen to each other. يستمتعوا الآخرين. حاجات كتير ممكن تحصل للناس بسبب اختلاف الآراء ومرفضوا يستمعوا للتاني. كونفليكتس، مشاكل او خلافات. حصلت معايا مشكله كبيره قوي في البلد عندنا مع مدرس، يعني مش عايز اقول ان هو زباله او طلع زباله الزباله، اه والله يعني، وعالم زباله، وناس ما لهاش في رجلي بامانه، لان يعني هي ناس ما تستاهلش وما تقدرش المعروف اللي الواحد يعمله معاهم. الواحد ندمان بجد ان الناس، ان الواحد قدر الناس ديت وهي ناس زباله، ناس فعلا الواحد غلطان بالحاجات دي، ان هو حصل بسبب سوء فهم، وحبيت اريح دماغي من الموضوع، وحبيت اريح دماغي من المشكله، وهم عالم زباله اصلا ما يستاهلوش اللي حصل. Family are coming during holidays and special celebrations. العائلات مشتركة جدا في الأجازة واحتفالات الخاصة. تجمعات الناس زي في العيد كده، في رمضان على موت الفطار، مناسبات كده. If the team leader had welcomed the members warmly, the team would have felt valued and included, but he not. لو الفريق حس انه مرحب بكل الاعضاء بحفاوة، الفريق هيحس ان هو قيم ومشمل. but he not، بس هو معملش، but he hadn't. هي had والتصرف التالت، الناحية التانية would have والتصرف التالت. if I read in bed، لو انا، بص يا حبيب قلبي، جميل اوي الجملة دي. if I read in bed I not asleep it's my habit. كلمة read، ما انا مش عارف ان كان دي تصريف اول ولا تاني. ما هو كلمة read دي التصريفات بتاعتها الاول شبه التاني شبه التالت، زي كلمة كت شط هت. حلو الكلام، اول تاني تالت. واي جمع في المضارع تصريف اول للفعل بدون المصدر، لو ماضي تصريف تاني. انا مش عارف ان كانت دي مضارع ولا كانت ماضي. لو مضارع اختار will، طب لو ماضي اختار would. it's my habit ديت عادتي. if I read in bed I not asleep، لو انا قعدت اقرا على السرير كده احس ان انا عايز انام. هنا مصروف ايه؟ اس، يعني الكلام ايه؟ مضارع بسيط، تبقى all فول. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا كده عرفتها من ضمن بيت ايه؟ جملة من ضمن الكلمات الدالة. if I read in bed I not asleep it's my habit دي عادتي. دي اصلا ماضي ودي ماضي، مش هينفع كلمة should. I will not if you leave it in the open air. الحديد لو انت سبته في الهواء المفتوح، اي حاجة لو سبتها في المفتوح بدون حدود عليها تبوظ، حتى الشرائع اللي ربنا وضعها عليك في حدودك عشان ما تبص، عشانك انت نفسك والله. هنا دي جملة علمية. if you leave هنا حتى هنا مضارع، هنا حتى هنا مضارع rusts. ما حدش يقول لي قول المصدر هنا، دي جملة علمية يا حبيب قلبي، دي جملة مثبتة. حديد هيصدي لو انت سبته في الهواء المفتوح، فتبقى كلمة راستس. من راست معناها يصدأ، وايرون مفرد كده الفعل اخره اس، عشان كده ما اخترتش كلمة راست. ودي ماضي. If Egypt had a lot of rain، لو مصر عندها كتير من المطرة it not out of more trees، شجر كتير جدا. هنا ماضي بسيط، الناحية التانية would والمصدر. لا. هقرا معاكم قطعة وأقول لكم ازاي تحلوها في الامتحان. بص، انا بحل القطعه ازاي، بخصوص الناس اللي ثانويه عامه عندهم القطعه كومبريهنشن، يعني بيبقى فيها ادفانسد ليفل، وتبقى قطعه انت ما قريتهاش قبل كده، وتبقى حاجه عن مثلا هيستوريكال تاريخيه او ساينتفك علميه، او مثلا نوفل روايه.
انا اول حاجه بقرا الاسئله. وات از ذا مين ايديا اوف ذا مسج. الفكره الرئيسيه في القطعه بكون قاري الاسئله وفاهمها ومتدرب على الاسئله كتير قوي. يقول لك الكلمه دي تحتها خط معناها ايه، يقول لك ازاي الطلاب بيتنافسوا في الديجيتال وورلد في العالم الرقمي. السرومرايزيشن تكنيك دي الاختيار بتاعتها. كلمة ستريس معناها توتر، بيقول لك بتشير لإيه؟ العائلات المفروض إنهم يتحملوا العواقب المالية، الأعباء المالية بسبب إيه؟ طبقا لقطع الطلاب في القرية بيعانوا من إيه بالتحديد. أفضل ملخص للفقرة التانية. أنا قريت الأسئلة وفهمتها وبقرا الاختيارات معاها وأعرف هي بتتكلم في إيه. بعد كده بقوم جاي راجع القطع بقراها مرة، أعرف هي بتتكلم في إيه مرة كده سريعة جدا كده، أشوف الكلمات اللي أنا مش عارف أحط تحتها خط. بعد كده أقراها مرة كمان، كلمة مش تحتها خط أعرف أتوقع معناها، أكون عارف كلمة قريبة ليها أو معنى قريب لها، بحيث إنها القطعة كلها وأكون فاهمها كلها. بعد كده ابتدي احل في القطعة. قطعة اكبر سؤال عليه درجة، واكبر سؤال بيوقع الطلبة، واكبر سؤال بيجي في الامتحان ومفيش حد بيحله كله صح. Students in Egypt face numerous challenges that affect their academic and personal development. One major issue is overcrowded classrooms, particularly in public schools. It's difficult for teachers to give individual attention. Poor infrastructure, such as broken furniture and insufficient facilities, hinder learning experiences. Many students are forced to rely on expensive private tutoring to understand the lessons, placing a financial burden and economic challenges on families. Another concern is outdated curriculum, which relies heavily on memorization rather than critical thinking and problem-solving skills. Additionally, a lack of technology, as many schools lack access to computers and internet services, further hindering students' ability to compete in modern digital world. Students also deal with stress and mental health issues. High competition in exams like the ثانوية عامة adds immense stress, as success often depends on test source alone. Transportation is another challenge, particularly in rural areas. Long commutes can excuse students before they even reach school. To address these problems, reforms are needed in infrastructure, teaching methods, and student support systems to ensure a more effective education system for all Egyptian students. دي حاجة اسمها listening يا حبيب قلبي. انت تقرا قطعة وتقراها وبتكون فاهم. في مهارة listening انت تكون عارف كل كلمة انا بقراها وفاهم معناها. يعني انا بقرا الكلمة انت المفروض تكون على الأقل مفسر انا قلت ايه. فكرة الرسائل بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الطلبة والمشاكل اللي بتواجههم. فوائد التعليم من دروس خاصة، التعليم في المناطق الريفية، طرق التعليم الحديثة ولا المواجهة اللي بتواجه الطالب المصري. والله حرفيا الطالب المصري بيصعب عليا. والله حرفيا الطالب المصري معاني في وسط تعليم معاق، وفي وسط شعب متخلف، وفي وسط تعليم عقيم، وفي وسط مدرسين بهايم، لدرجة ان هم مدرسين بقوا تجار، حرفيا بقوا تجار بالمادة وتجار بالعلم وتجار بالفلوس عشان خاطر الطلبة تنجح. يعني حاجة في قمة الزبالة، حاجة في قمة، يعني هم بقوا أوسخ من تجار المخدرات. The underlying world hinder ده معناه يعيق. انا واحد لو واحد من الناس انا مش عارف كلمة hinder دي معناها ايه، معايا كلمة بوست reinforce prevent وبوست. احط الاربع كلمات دول في الكلمة واشوف انا واحدة فيهم ماشية معاهم، او انا هختار كل كلمة قريبة من معناها. بس هي الاجابة كلمة prevent معناها يمنع، ما بوست معناها يعزز وتباهي، بوست معناها التانية يعزز التانية تباهي، ورينفورس يجبر. How can students compete in digital world؟ ازاي الطلاب بينافسوا في التعليم الرقمي؟ بيديني اختيارين هنا واختيارين تحت. Through memorization technique، من خلال هم يتذكروا اساليب التقنيات، من خلال انهم يعتمدوا على الدروس الخاصة، اكيد دي لأ. By accessing computers and the internet، من خلال وصول الكمبيوتر والانترنت. هو لك digital world العالم الرقمي، فهي تبقى computers and internet. كلمة ستريس، أنا عارف إن كلمة ستريس معناها إيه؟ توتر. في الفقرة التالتة كانت بتشير لإيه؟ أكيد دي مفيهاش ستريس، وأكيد financial burdens دي كانت على الآباء، وكانت في الفقرة الأخيرة
على الاساس المكسور والفقير لا كومبيتيشنز ان اكزامز. بتتكلم في الثانويه عامه لما كان في ستريس بتاع الثانويه العامه اهي. اوشوز هاي كومبيتيشنز ان اكزام، التنافس العالي في المسابقه. Families have to bear more financial burdens because of the not. الدروس الآباء والأمهات بيحملوا العيال كتير في الفلوس بسبب برايفت الدروس الخاصة. ما الدرس الخاص دلوقتي بشيء وشويات بمبلغ وقدر مالي. انت الناس بتعمل جمعيات للعيال عشان خاطر الدروس بتاعتهم، ويا ريت العيال بتحس وبتقدر. عيال زبالة طبقا لقطع الطلاب في القرية بيعانوا من ايه بارتيكولار بالتحديد. طبعا في الريف بيسافروا مسافات كبيرة جدا جدا جدا. انا دلوقتي بياخدوا منصات وبياخدوا اونلاين. يعني مثلا انا كنت طالب عندي بتجيلي من الكوم الاحمر. الكوم الاحمر دي كانت بتركب مواصلتين عشان تجيلي، بتقعد لها يجي ساعه على ما تجيلي، وساعه رايح وساعه جاي. لغايه انا قلت لها اقعدي، هي مش هتكمل، المواصلات بعيده، المواصلات متعبه، ان هي بتضيع وقت ثانويه عامه بسبب المواصلات دي. The best summary of the second paragraph. افضل ملخص للفقره الثانيه. شوف الفقره الثانيه بتتكلم على ايه. هي الحته دي كده. ولا تبقى معدي. أفضل ملخص للفقرة الثانية teaching depends on memorizations. التعليم يعتمد على الذاكرة. Our notes helped us carry the heavy boxes into the house. ايه بيساعدني ان انا احمل الصناديق التقيلة جدا للبيت. neighbors اكيد مش الغرباء اللي هيساعدوك، وان الله الغريب اللي بيساعد احسن من القريب. وتيتشرز المدرسين والادريسز السياح هتبقى neighbors جاري. جار بيبقى ابن. يلا خلينا في الدرس. during مركز هلالة. During the lesson students to answer the question. أثناء الحصة الطلاب بيدورهم عشان يجاوبوا بالدور. تيك تيرنس، كل واحد بيجاوب بالدور كده، واحد يسأل ويجاوب ونتشاور مع بعض ونتناقش. عشان الغرض الأساسي عشان نحصل على مادة علمية كويسة. الغرض الأساسي عشان نوسع مداخل أفكارنا. الغرض الأساسي عشان يخلي عندك تفكير كويس ونظرة كويسة للمستقبل. بص يا صديقي، أنا خريج تجارة إنجليزي، مش مدرس، مش خريج تربية ولا آداب ولا أي حاجة من الكلام ده كله. أنا معايا بكالوريوس تجارة إنجليزي جامعة الأزهر. في اللي خريج تجارة إنجليزي، في اللي شغال كاشير في مطعم، في اللي شغال محاسب في شركة أو محاسب في مصنع، في اللي سافر وبيقبض بالدولار دلوقتي، بيقبض سالري كويس جدا جدا جدا، وفي اللي فتح مشروع واشتغل فيه، وفي اللي اشتغل في مجال تاني غير مجاله. يعني مثلا أنا شغال مدرس إنجليزي دلوقتي بس هتوظف عامة. انت مثلا كل واحد مننا بيقيس بقى مقدار، ما ينفعش تقارن بقى ده بده. في محاسب متخرج مرتبه 7000 جنيه وتاني متخرج مرتبه 40000 جنيه. هل ده الاتنين خريجين نفس الكلية من نفس الشهادة من نفس الجامعة، بس ده زي ده؟ لا طبعا. ده اجتهد وتعب وخد كورسات وخد ماتيريال وطور من السكيلز عنده وطور وتعب وشيء وصبر عشان يوصل للمكان اللي هو فيها دي. فعشان كده بقول لك انتوا كلكم طلبه كلهم مش زي بعض. احنا كلنا مدرسين كلهم مش زي بعض. هي اول حاجه رزق ونصيب، بس التساؤل ده عمره ما هيضيع، عمره ما هيضيع. انا عارف ان فلوسي محدده في الرزق، بس انا سعي وتعبي يمكن اضيع في اي حاجه تانية، بس لازم اسعى واتعب عشان ربنا يديني. would have هنا would have ذات موبايل. احنا قلنا لو would have تصريف تالت يبقى ماضي تام، have تصريف تالت. هنا مديك هنا اسم would have واسم، فالمفروض الناحية التانية ايه بقى؟ would هنا would والمصدر، الناحية التانية ماضي بسيط تبقى هاد. The other note because no one explains the instructions clearly. هما عندهم ايه بسبب ان مفيش حد شرح التعليمات بوضوح، عندهم misunderstanding سوء الفهم. argue over he cannot replace the boy. يقول لك choose the correct answer، اختار اتنين. ما كلمة confusion صح وكلمة بس اختار اتنين، عشان كده وقفت شوية. misunderstanding سوء الفهم، confusion معناها الحيرة او الربكة. بعد المباراة they argue over the referee's call، مباراة الحكم. argue over معناها تجادل حول، تبقى تساوي dispute called over. الاتنين دول معناهم نزاع او خلاف.
Many cultures كتير من الثقافات are held in the city every year to celebrate traditions. كتير من الثقافات الأحداث تجمع المدينة كل سنة عشان يعملوا احتفال بعد تقاليدها يعني كده يعني. reading books قراءة الكتب والاستماع لأخبار الناس بيساعدك إن هي تكتسب حكمة. كلمة جين وجين دي معناها يكسب حاجة معنوية. يكسب حاجة معنوية gain experience gain confidence مثلا gain wisdom. إنما كلمة earn بتيجي مع كلمة money وبتيجي مع كلمة time. في كلمة تانية معناها win دي معناها يفوز. win a medal يفوز بميدالية. win a prize يفوز بجايزة كده يعني. عادل ايه التليفون بص هنا هادنت بن الناحية التانية مودي بتاعك فالناحية التانية ما تعرف تصرف تحت بس يعني انت غبي يعني. انت بقى مش هقول لك بقى انت ما بتذاكرش. انا ما في طلبه كتير ما بتذاكرش بس بتعرف تحل. في طلبه ما بتذاكرش بس بتركز في الدرس. طلبه ما بتذاكرش بس بتفهم اللي عليها. طلبه ما بتذاكرش بس عارفه ان هي في سنه كذا وعارفه ان بتاخد ماده كذا وهي فاهمه ومديره كل حاجه بتبقى عليها وهم عارفين ان هم ما بيذاكروش. ما تبقاش غبي يعني. الطلبه المفروض يظهروا العداله اثناء انشطه المجموعه عكس كلمه فيرنس. العداله عكسها ايه بقى؟ injustice او unfairness. انما دي التلاتة دول مع بعض. التطوع بيساعد ان تحل المشكلة بهدوء او بسلام. سلام لكلمة resolve دي معناها يحل سواء كلمة solve او create solution يصنع حل. جروب سي A B C ده اخر التقييم. ماشي. principal المبدأ will not the students about the new school rules tomorrow. المبدأ هيبقى ايه للطلاب عن قواعد المدرسة الجديدة بكرة. أدرس معناها يخاطب ومعناها تاني عنوان معناها تحديد مكان معناها يتكلم وبتيجي بمعنى مخاطب على فكرة يعني بتيجي كاسم بتيجي كفاعل. during the meeting أثناء الميتنج و during من الكلمات اللي بيجي بعدها أثناء وخلال بيجي بعدها مدة زمنية أو اسم. each engineer was asked to not solution. كل مهندس طلب إن هو إيه حل المشكلة. suggest يقترح حل المشكلة. if you not red and green paint لو انت مكست الاحمر مع الاخضر هذا اللون البني براون ميكس. choose the correct answer اختار اختيارين من الجملة دي. antonym و evaluate معناها مقيم عكسها بقى expected لا appreciated لا hated و worthless انما important لا مهم. an inclusive society accepts diversity inclusive معناها شامل ممكن تستبدل بكلمة ايه welcoming مرحب. shy دي معناها خجول بتساوي كلمة أشمد. unfair دي غير عادل و included. السابع أو and if around ماشي. is around open container used for food or liquid. هو ايه وعاء كده مفتوحة جدا يستخدم للطعام أو السائل. باول دي معناها الوعاء أو الإناء. she painted a beautiful painting she is really not girl. هي ايه بتدين ألوان جميلة جدا. هي حقا talented موهوبة. talented معناها موهوب مش confused محير ولا increasing ولا ordinary. we went shopping يعني رحنا التسوق and my mother paid ودفعت everything we bought. pay حرف الجر بتاع فور يدفع عليه. when منى finished her shift لو منى خلصت الشغل بتاعها في المستشفى she not overwhelmed هي حست ان هي متعبة ومنهكة. فلت تصريف تاني للفعل feel. my captain asked me to train harder. كابتن بيطلب مني اتدرب بجد as I have not great progress. انا عملت تفوق جدا made.
Sama seems to not for her monthly exams so she is very busy now. هي مشغولة دلوقتي جدا. seems to كلمة seems ما ينفعش تيجي verb ing وما ينفعش تيجي passive. يعني is seeming غلط. كلمة seem am و is و are تيجي seemed غلط. كلمة seem بيجي بعدها صفة، يعني ما ينفعش اقول لك كده seem happily غلط، اقول لك seem happy. كلمة seem من الكلمات اللي بيجي بعدها ذات وبعد ذات يجي جملة كاملة، ممكن تتحط ممكن ما تتحطش. بعد seem ممكن يجي تو المصدر او يجي بعدها صفة عادي. دي قاعدة كلمة seem. Sama seems to not for her monthly exam. She is very busy now. Seems is to be revising. هما كلهم جايين مصدر، واحدة واحدة هنقسمهم. be revising دي لو كلام مستمر. have revised دي لو كلام تام وبتكون في الماضي. revise دي لو كلام مضارع. be revised دي لو كلام مجهول جاي باسف. الجملة نفسها بقى. Sama seems to be revised for her monthly exams. هي المفروض ان هي بتراجع عشان هي مشغولة دلوقتي now. في كلمة هنا ايه now، يبقى مديك كلمة all او مديك now او مديك for to او مدة زمنية او حاجة ان هي مشغولة او الاعتذار politeness او رجايس بتيجي مع كلمة verb ing. does this place anything to you؟ وده بيعني حاجة ليك مين. كلمة مين بتيجي بمعنى يعني او يقصد او ينوي. وسبوس بتيجي بمعنى يفترض. think بتيجي بمعنى يفكر. سين بمعنى يبدو. حمزة is kind lawyer. حمزة محامي طيب. he always seems to not insult people. هو دايما بيبدو ان هو بيساعد الناس الابرياء. seems to help. I don't like this salesman. ما بحبش الراجل البائع ده. he not باين عليه مش امين. doesn't seem. ما ينفعش اختار never لان هنا never هيجي بعدها seems لان هي مفرد، وهنا مش هينفع مع المعنى، هنا مش هينفع مع المعنى. people were كلمة suppose دايما تيجي بمعنى passive. to use their free time wisely. يعني supposing مش تنفع، لازم نيجي تصريف تالت. حلو. وهنا مش هينفع هنا verb to be وتصريف تالت مع كلمة seemed. معايا supposed ومعايا meaning غلط، فأنا بلاقيها كلمة supposed. ولو قلت هنا meant دي صح ودي صح. حسن is meant to solve the problem. حسن المفروض ان هو بيحل المشكلة. يا عم هشيل كلمة meant ده واحط كلمة supposed بس. خلاصة الكلام كلمة supposed بتساوي كلمة meant. قشطة قشطة. ازاي يعني يا حبيب قلبي؟ يعني مثلا كلمة supposed تكون من ايه؟ verb to be بعدها to. صح. قلت to المصدر to have تصريف تالت have been تصريف تالت لو مجهول. هي نفس قاعدة كلمة مين. قشطة قشطة. It's your role to look after the baby. هقول كده دورك ان انت المفروض تهتم بالطفل بيبي. يبقى هقول كده منى is supposed المفترض to look after the baby. وكمل الجملة زي ما هي. She didn't hurt you on purpose. يعني مش ضربتك عن قصد. يبقى هقول كده she didn't mean to hurt you. مش قصدي ان هي تضربك عن قصد. Noah didn't know the place of her mobile. هقول كده Noah didn't know the place of mobile. هقول كده the place of her mobile doesn't seem to be known. يعني ممكن اجيبها بس في المبني المجهول. اقول لك كده the place of her mobile مش تنفع مع كلمة seemed تجيب لي المجهول. يبقى Noah seemed that وكمل كل حاجة زي ما هي. يبقى اقول Noah seemed that وحط الجملة دي زي ما هي. She didn't know the place of her mobile.
مجدي is happy after coming first. مجدي سعيد بعد ما جه الأول. أهو مجدي seems happy. بعدها صفر ونكمل كل حاجة زي ما هي. means it's the process of becoming bigger, better or more developed. العملية اللي بيكون فيها أكبر وأكتر خطورة. كلمة جروس دي معناها النمو، مش بريشر الضغط ولا ريدكشن ولا ستريس. what he said joyful us اللي هو قاله خلينا كلنا نضحك، جلب السعادة. brought إنما كلمة bought تصرف تاني للفعل بتاع كلمة buy. forget نسى وكوت مسك. I think children should be prevented حرف الجر بتاع from وبيجي بعدها verb ing وممكن يجي prevented مفعول from وبيجي بعدها verb ing. it seems بقى طول مصدر to be بس هنا to be this novel may هنا جاي جملة كاملة، فهنا to be غلط، تبقى الإجابة كلمة ذات لأن يجي بعدها جملة كاملة. it seems that the novel may achieve the great success. what does the word neglect معناها يهمل. مين هنا عايز الكلمة دي معناها ايه؟ the last time or date to finish something. آخر مرة أو آخر حاجة أنت فيها خلصت الحاجة المعينة دي. الديدلاين ليك ديدلاين لحاجة معينة، أنا لازم أخلص الحاجة دي بالوقت المعين، لازم الحاجة دي بالوقت معين. after accepting the offer بعد ما قبلت العرض ده he noticed his mind and refused it. هو رفضه يبقى غير رأيه ورفضه changed his mind غير رأيه. he is really a careless هو حقا مهمل، شخص مهمل. he doesn't not responsible هو مش مسؤول عن anything. he doesn't feel responsible ما بيحسش انه مسؤول عن اي حاجة، شخص مهمل. مستر علي is busy now مستر علي مشغول دلوقتي. he seems to not something important يعني بيعمل حاجة مهمة. something to be doing بص كلمة now be doing. يا رب تنجحوا بعد اللي بعمله كل ده، يا رب تفلحوا بجد، يا رب الفيديو يضرب عشان بجد انت جبتوا اخري. I don't know what you mean انا مش عارف انت تقصد ايه. قلنا كلمة suppose دايما بتيجي تصريف التالت، دايما بتيجي باسف، يعني كلمة suppose اصلا كده غلط. to advise strongly عشان تنصح بقوة بيستفل بإيجاب by means to not لازم تكون في encourage يشجع، لازم تدعم، لازم يبقى في تحفيز. انما بلوك يحجب او يمنع. discourage لو يشجع. disappoint معناها يحطم وكلمة appointment معناها ميعاد. during learning how to drive a car اثناء تتعلم انت تسوق عربية ابويا كان ايه. my father was my not during learning how to drive a car my father was my ابويا كان المعلم بتاعي المرشد بتاعي لما كنت بتعلم سواقة العربية ابويا كان بيعلمني. she drank a glass filled حرف الجر بتاعه with مليء بيه بتساوي كلمة full of. ماهر seems جهاز قلنا كلمة ماهر seems بيبقى ده طول مصدر أو ذات بيبقى ده جملة كاملة، بس هنا مش تنفع. هنا كلمة جاز music نفس القصة بتاع كلمة as if و as so. فمن دي to be liked لو كمان بس مبني للمجهول، يعني لو جاز music هنا كانت تمشي إنما تبقى هنا to like. Adham has an important interview tomorrow which means أدهم كان عنده مؤتمر، عنده ميعاد قبل الشغل مهمة جدا بكرة which means معناه ان هو هيصحى بدري which means ان هو يستلزم means بدون فعل verb ing هنا جاب معنى يستلزم نوحد الواحد ونصلي على رسول الله. هنا لما اقول لك كلمة مين لو جه بعدها verb ing على طول جاب معنى يستلزم، انما كلمة مين لو جه بعدها ذات بيجي بعدها جملة كاملة معناها ينوي او يقصد. انما كلمة مينت وبعدها تو وقبلها الفيرب تو بي بتساوي كلمة verb to be supposed to واللي قلنا دول كده بيساووا بعض معناها مسؤول عن مفترض ان يستلزم عن يقصد عن، بس كلمة meant to أعم وأشمل من كلمة be supposed to. تمام قلنا بيجي بعدهم المصدر على طول
أو B verb ing لو الكلام مستمر، أو to have والتصريف تالت لو الكلام تام، أو have been تصريف تالت، أو to والمصدر، أو to زائد be زائد past participle تصريف تالت للفعل. ده كده ملخص الجرامر اللي انتوا مش عارفينه. قشطة قشطة. The outline of building seen against the sky is caked not. الخط اللي هو بتاع الشمس ده اللي هو ضد الشمس ده اللي هو سكاي لاين. شوف كلمة سكاي اهي سكاي، انا قلت لك اربط الكلمات بجملة. كان عندي امتحان فرنساوي وانا مش فاهم اي حاجة، ما خدتش فرنساوي خالص في حياتي، ما اعرفش حاجة، وجبت فيه 90%. 90% ازاي بقى؟ بسبب ان انا شغل دماغي، كنت واخد الكلمة فرنساوي وبقى بنكتبها بالانجليزي وترجمها بالانجليزي على اساس ان هي فرنساوي انجليزي وترجمة بالانجليزي على اساس ان الكلمة دي هي الكلمة دي وحل. It was something terrible when the fans. في حاجة بتبقى سيئة جدا لما المعجبين يجهلوك. neglect. bitch. bitch مش bitch. bitch دي حاجة تانية، يعني بتقيلة خفيفة، دي حاجة تانية. صنعوا neglect the bitch after the match yesterday. During the wedding أثناء الفرح her father tried to hide his note. أثناء الفرح بيحاول أبوه يخبي العضو بتاع emotions. Don't be serious. ما تبقاش جد طول الوقت. all the time. Sometimes we need some flashes of نقط. احنا محتاجين نحس في وجهها hammer. ما تاخدش الحياة قفش وجد قوي، لازم تبقى هين على أعصابك، هين على حياتك عشان تخفف من ضغوط الحياة وتخفف من البتنجان اللي احنا عايشين حواليه ده كله. The big farm. المزرعة الكبيرة جدا was passed down from my grandfather to my father and my uncle. من جدي لأبويا لعمي، بتتنقل كده. I was stressed عطشان so my father gave me a glass. اداني ايه؟ contains. ديت من افعال الحالة. بص يا حبيب قلبي، افعال الحالة والحواس والشعور والادراك والملكية ما ينفعش تيجي فيرب ing. يعني كلمة مثلا اقول لك كده phone is costing مثلا 5000. الجملة دي كده غلط لان كلمة cost من افعال ما ينفعش تيجي فيرب ing، زي كلمة no وكلمة consider وكلمة مثلا اقول لك كده she will be knowing the truth. هتعرف الحقيقة. she will be knowing the truth. الجملة دي كده غلط، فالجملة دي كده غلط لأن no ما ينفعش تيجي فيرب ing، فالصح هتقول كلمة ايه؟ no. she will know. هي هتعرف الحقيقة. فعندك أفعال زي أفعال الشعور والحواس والإدراك والملكية زي كلمة have و own و belong وكلمة need وكلمة want. الأفعال دي كلها ما ينفعش تيجي verb ing، مستحيل وممنوع تيجي verb ing يا صديقي. يستثنى من الأفعال دي بقى 10 كلمات: verb to be و feel و like. feel و look و smell و measure we weigh we be وفي وتست we think we have we see. العشر أفعال دول ممكن يجوا فيرب ing وممكن ما يجوش فيرب ing. بص يا حبايبي، هكتب لك جملتين كده عشان نخلص من الحوار ده كله. لو قلت لك كده you are مثلا eating rice. you eat rice. ايه الفرق بين دي ودي؟ you are eating rice مضارع مستمر، you eat rice مضارع بسيط. you are eating rice دي مضارع مستمر، يعني حاجة مستمرة، يعني حاجة مؤقتة، يعني حاجة هتتم وهتنتهي، يعني حاجة temporary. يعني لما يجي لك الكلام ان هو مؤقت are eating معناها حاجة مش مستمرة، حاجة مش دايمة على طول، حاجة هتعملها. ممكن رز النهاردة، ممكن ما اكلش رز تاني، ممكن رز مثلا غليته كلته. انما you eat rice دي جملة مضارع بسيطة بتتكلم عن عادة habits، حاجة انا بعملها. انا كل يوم باكل رز، انا بحب الرز، انا بعشق الرز،
انا باكل رز كتير، فدي هابتس، باكل مره كل اسبوع، مره كل شهر، مره. دي حاجه مستمره ثابته عندي، مش مستمره وهتتم، ده ثابته عندي، حاجه في دماغي. يو ايت رايس، قشطه قشطه. كذلك القصه بتاعت كلمه verb to be، يعني لما اقول لك كده you are clever، انت شاطر. ولما اقول لك كده you are being clever، انت باين عليك شاطر. يو ار كليفر الاولى ديت هو طبعه هو شاطر، هو على طول هو شاطر، هو بيقفل الامتحانات على طول، واد ذكي، واد جميل، واد ممتاز، واد عسل كده. انما لما اقول لك يو ار بينج كليفر، واحد في الامتحان بيجيب كل مره صفر، كل حصه غبي، فجاه في الحصه كده بيجاوب. الله، يو ار بينج كليفر، انت بتتصرف بذكاء. هنا كلمه بينج بتساوي كلمه بيهيف، بتساوي كلمة act، معناها تصرف، انك بتتصرف بذكاء. you are being clever، you are acting clever، انك بتتصرف بذكاء. حلو الكلام، حلو الكلام. دي بتاعت كلمة بي. انما بص يا حبيب قلبي، في كلمة way وتيست، يعني كلمة way وكلمة تيست وسميل وميجر ووي، الحاجات دي كلها لو جيت قبلها غير عاقل ممنوع تيجي ان جي، ممنوع. انما لو جيت عاقل تنفع اي ان جي وتنفع بسيط، اي حاجه قشطه. ما هو بالعقل، بالعقل ما ينفعش اقول لك كده مثلا potato is tasting good. البطاطس من تحت، البوتيتوس، البطاطس طعمها حلو، غلط. البطاطس مش هتدوق، البطاطس لها مذاق، فالمفروض تبقى ايه بقى؟ تيستس. يبقى مع الخمس افعال دول بتوع الحواس لو جه غير عاقل ما ينفعش تيجي ان جي. جالك عاقل ينفع تيجي ان جي، بس على حسب الجمله. اقول لك اي تيست بوتيتو، انا بتذوق البطاطس. اي ام تيستنج ذا بوتيتو، انا بتذوق البطاطس، صح. اذا نفس القصه مع كلمه سميل وميجر والحاجات دي. كلمه بقى ايه؟ لوك. كلمه لوك لو جه بعدها صفه فجاب معنى يبدو. لما اقول لك كده يو لوك هابي، تبقى عليك سعيد. هنا هابي يجي لوك لما جاي معنى يبدو، ما ينفعش اقول لك يو ار looking happily، ما ينفعش اقول لك تتصرف بسعاده كده، الجمله دي غلط. ار فيرب ان جي لوك معنى يبدو، افعال تقريريه. كلمه سي مساوند وابير ما ينفعش تيجي فيرب ان جي. يو ار looking happily، الجمله دي كده غلط. انما لما اقول لك كده يو ار looking for happiness، السعاده، انت تبحث عن السعاده. هنا كلمه look for جاب معنى يبحث، فبتتكلم في فعل، بتتكلم في حاجه اسمها اكشن. لما بنتكلم في اكشن بنتكلم في فعل، فيرب، فينفع تيجي ان جي. هنا كلمه لوك فور جاب معنى يبحث، فممكن تنفع ان جي عادي. انما هنا هي لوك بمعنى يبدو، جايب بعدها صفه، ما ينفعش. لما اقول لك كده she is having a car، واقول لك كده she is having a shower، انا واحده فيهم تنفع، دي تنفع، دي غلط. لان هاف كار هنا جاب معنى يملك، وافعال الملكيه ما ينفعش تيجي فيرب ان جي. انما هاف شاور هنا كلمه هاف بتساوي كلمه تيك، معناها ياخذ، بتساوي كلمه تيك، فبتنفع تيجي فيرب ان جي. انما الصح شي از هافينج ا كار، اقول لك كده شي هاز، لان شي مفرد فجيب معاها هاز، اقول لك كده شي هاز ا كار. وصلت ولا ما وصلتش؟ الراجل هنا في كلمه ناو، هنا كلمه ناو جايب لك هنا راجل غير عاقل، راجل بيقيس، بيز وينج. انما لو جات لك بسيط تبقى ويز، ما تنفعش لان اولد مان مفرد، فالمفروض يبقى فعل اخره اس. وهنا ما ينفعش فيرب ان جي من غير فيرب تو بي. ما هو الفيرب تو بي ده بيجي بعديه فيرب ان جي، وبيجي بعديه التصريف الثالث، وبيجي بعديه الحرف جر. What of the English novel this year؟ بص يا حبيب قلبي، كلمة think لما اقول لك كده you are thinking she
is right. واقول لك كده you are thinking of او about your dreams او your goals. you are انا عارف ان انا خطي يقرف كلب. you are thinking والله خطي يقرف كلب. you are thinking she is right. you are thinking about your goals. بص هنا سينك الأولانية جايب معنى يعتقد، سينك التانية جايب معنى يفكر، ودايما بيجي حرف الجر بتاعي اوف يا اباوت، فدي صح، فجايب بفعل حال فعل اكشن. انما هنا يعتقد زي كلمة بليف ما ينفعش تيجي في ربع ان جي، غلط. فالصح اقول لك كده you think. you think she is right. فهنا of the novel this year what are you thinking. هنا بص ده الاستفهام هيجي بعدين ايه الفاعل بعد كده الفعل، فدي كده غلط اصلا عامة. وهنا this year السنة دي فدي مش تنفع، معايا بضرع بسيط ومعايا بضرع مستمر. what of the English novel ايه رأيك، فبيسألوا عن رأي what do you think. ماذا تعتقد عن what's your opinion what do you think، اللي هي بتتكلم في الرأي what's your point of view وجهة النظر بتاعتك. my father has bought a new blanket هو بقى اشترى بطانية جديدة لها ملمس ناعم. ويت مفرد فانت بختار فيلز ولا فيل ولا is feeling ولا are feeling. ات غير عاقل ما ينفعش تيجي على ان جي، ومفرد يجي معاها فيلز بس. سامح used to معناها اعتدى ان وبيجي بعدها المصدر. النفي بتاع used to اقول لك didn't. وكلمة used to ممكن يجي بعدها verb ing لو جه قبلها verb to be او جه قبلها got وbecome وgrow. سامح used to have a small house but now he not. هنا كلمة have ملكية فمينفعش تجيب verb ing، دي غلط ودي غلط. وهنا الكلام مضارع فمش هينفع اختار كلمة had، فاختار كلمة ايه has. كلمة كامبيشن عايز السنة بتاعتها كلمتين بيسي وهمبيس، الاتنين قريبين من بعض جدا، التعاطف والرغبة والرحمة. we can't see some insects احنا مش قادرين نشوف الحشرات. they are really invisible حقا مش مرئية. invisible عايز الضد opposite وانتونيوم الاتنين ضد. انما كلمة means synonym تساوي كلمة means المعنى. عكس كلمة invisible عكس كلمة غير مرئي. انا اشيل يا باشا البرافكس تبقى visible مرئي ويات نوتسبل منحوس. انت لازم تلعب على البرافكس والسافكس. البرافكس اللي بتيجي في اول الكلمة والبرسافكس اللي بتيجي في اخر الكلمة. the word is for gather هنا عايز المعنى. other words عايز كمان تشبه كلمة gather تجمع. ما يبقاش كلمة ايه بقى collect والسامبل معناها يجمع. انما separate يفصل، scatter لا، refuse يرفض لا. transition عادة او تقليد عكس كلمة عادة او تقليد. innovation ابتكار، وinvitation possibility احتمالية، ومودرنيتي الحديث. many parents are inspiring to their students. the word inspiring معناها ملهم. ملهم يعني motivated و encouraging. motivated غلط، هختار motivating. الصفة اللي آخرها ing لازم تنفع معنى الجملة دي. هنا بتساوي كلمة inspired. آخر واحدة means movement of hands تحرك ايدك او جسمك كده تعبر عن المعنى. gesture بقى. would you like to join we play football tomorrow. join out لا down enjoy in تنضم فيه. the bag of rice is kitchen ان حاجة غير عاقل with. what about now بتفكر في ايه دلوقتي، بتفكر تنفع تيجي على النجي. what are you thinking about now بتفكر في ايه دلوقتي. what do you think لا. we should help him as he not difficulties. هنا difficulties عنده has هنا معنى الملكية. الملكية مينفعش
الملكية ما ينفعش تيجي ان جي، فدي غلط ودي غلط. هنا الكلام مضارع ولا ماضي؟ مضارع. has difficulties مضارع بسيط، انما has had مضارع تام. جروب بي وجروب سي. يا الله. علي used to not tells to get away from his father punishment. علي دايما بيحاول tells يحكي حكايات او يخترع حكايات invent يخترع عشان يهرب من عقاب ابوه. The disease turned into a pandemic when they spread حرف الجر بتاع to many parties. Many career projects have more attention. كتير من المشروعات عندهم ايه to Egypt recently compared منافس distracted مشتت attacked more attention يجذبوا الانتباه. سابح large now يتناول الغداء is having. This the commentary sounds ما ينفعش نفرق ان جي sounds exciting. means showing care for others يظهر الاهتمام compassion لسه قايلينها في الأول. It's known in many countries that penguins بتمثل ترمز السلام symbolize. She had a bad headache عندها صداع. She can run off تأجل المراجعة لمدة 4 ساعات. She had a headache عندها صداع مجرد إن هي استمرت عن improvising for 5 hours. Run on. This shows testis. The flower you gave 10 minutes ago. هنا حاجة غير عاقلة ما ينفعش تيجي ان جي. Yes smells. يخترع أفكار جديدة وحلول innovation الابتكار والإعداء. الحياة مبادرة الحياة تدعم الفئات الثرية الناس الفقراء. determination descent حملة descent life initiative مبادرة حياة كريمة. should increase their children's awareness يزيد الوعي increase awareness. let your work pile don't let your work pile ما تخليش كبت الشغل عندك day after day تأجل يوم بعد يوم down. المفروض تعمل كل حاجة مستعد كل حاجة وقتها فات لا تؤجل العمل يعمل الغد يمكن تموت بكرة. his father often supports him أبوه دايما بيدعمه when he not difficult بيواجه مشاكل face difficulties. you know buy any bread حمزة I have put it أنا عندي أنت مضطر تشتري لأ you needn't بيضع المصدر على طول بتساوي قبلها نفي اللي هو doesn't أو needn't أو didn't بيضع need to. friends الأصدقاء help each other إن بيساعدوا كل واحد فيهم في الحاجة. need don't have to لأ have بيبقى to المصدر لأ هنا مش محتاجين من غلط لأ يبقى كلمة إيه should. my mother is preparing عشان بنجهز الغدا you know join her لازم تنضم لينا. مصر دي حاجة اسمها warm invitation مصر بتيجي في الدعاوى الحارة في الwarm invitation. it's illegal ضد القانوني لما يجي لك illegal forbidden وprohibited بيجي مع كلمة mustn't. she not leave her work early as her husband was ill يا تسيب الشغل بدري عشان هي اضطرت عشان جوزها كان عيان was ماضي تبقى الإجابة إيه had to. بداية القصة يا صديقي novel around the world in 80 days. أنا في القصة critical thinking يعني critical thinking يعني أنا ببقى عارف مثلا الشخصية مجرد بس ما عارف أن الكاركتر يعني مثلا واحد زي فوق كده واحد accurate دقيق ديسيبلين منتظم honest أمين ادي صفات فيه تجاوب على أي سؤال بالطريقة دي بس هيقول لك أي حاجة اهبط في الشخصية ذات نفسها مش في حدث مش في مواقف. يعني الشخصية فيها القصة فيها أحداث كتير جدا وفيها مواقف كتير جدا. هيقول لك اذكر موقف اذكر حدث بلح اهبط في الشخصية وانت عارف الشخصية دي كانت كويسة كانت وحشة اهبط فيها. alright my best question. okay my friend it's forbidden to drive a car without a driving list. هقول كده it's forbidden يوم ايه انت من محرم انت تسوق عربيتك من غير طيارة. هقول لك ايه you must
drive must follow traffic rules. هقول كده it is necessity أو necessarily أو it's a must بيجي بعدهم to والمصدر to follow traffic rules. It's a good idea to help. أسيب كده وأحط you should. You shouldn't stay up late. It's نفس فكرة اللي فوق. هقول لك كده it's invisible to stay up late. It's a must for Adham to take the medicine on time. هقول كده Adham has وأكمل كل حاجة زي ما هي. They needn't wash. needn't بتساوي don't need to. It's necessary for me. هقول كده you must. You mustn't drive. هنا it's necessary for me. إن شاء الله أحط you must. You mustn't drive without fascinating. هقول it's for نفس فكرة اللي فوق. It's forbidden to drive without كذا. You should have a healthy diet. عايز احط لها كده كلمة if. حاطط نصيحة. If I were you I would have a healthy diet. It's necessary for the students not to waste your time. هقول كده you mustn't waste your time. نكمل كل حاجة زي ما هي. It's necessary to renew your password. هقول كده you have to renew your password. You mustn't ignore school rules. It's forbidden to ignore school rules. It's necessary for them to come at 5 o'clock. هقول كده do you have to come at 5 o'clock. You had to attend the meeting yesterday. It was عشان اللي had to ماضي فهتبقى it was necessary to attend the meeting yesterday. She regret refusing the new job. فأقول كده regret أو blame بيساوي she should have. يبقى she should have refusing. She should have attending. She should have accepted the new job. هو كان المفروض يقبل الوظيفة. بس يا عم ده صفحتين بس هنحله. Our school tries to create a not environment مجتمع شامل inclusive. The wise manager treats all employees with not and respect. بيعملهم كلهم بالعدالة العدالة والاحترام. If the money he had هنا would have التصرف التالت حتى لما اديتها had. بص يا عم مش تنفع أنا معايا have been ومعايا had هنا بيديك if the money he had not enough. been بيجي بعدها اسم أو بيجي بعدها صفة بيجي بعدها تصريف تالت للفعل أو verb ing. فهنا he had been enough. if the money he had لو هو اللي معاه مكملة he would have put the car يعني لأن هنا بتتكلم عن فلوس يعني if he had money فاهم؟ هنا ملكية. إنما لو هو كده يبقى هو فلوس مش تنفع. مثلا بقول لك كده he is a cat ولا أقول لك he has a cat. أنهي صح؟ هو قطة ولا هو يملك قطة؟ هو يملك قطة فتبقى he has. إنما he has a cat غلط. Learning a new language requires time and not. تعلم لغة جديدة بيتطلب الوقت و persistence المثابرة. لازم يكون عندك استمرارية جدا 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 في أي حاجة بتعملها. ربك خلقكم في 6 أيام وقادر يخلقه في لحظة. أنت علمت المشي في سنتين. أنت قعدت 9 شهور تكون في جنين والدتك. ربك مش هيديك كل حاجة في وقتها. لازم تتعب وتكمل لآخر لحظة. أنت بتقعد فترة عشان تاخد شهادة الجامعة. بتاخد ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة عشان تاخد شهادة الجامعة. بتقعد سنة عشان تاخد شهادة الجيش. فأنت أي حاجة عايز تعملها في حياتك هتاخد لها وقت. فأنت لازم تتعلم تعيش كل حاجة بوقتها. استمتع بأكلك، استمتع بشربك، استمتع باللحظة اللي أنت عايشها، استمتع بكل حاجة أنت عايزها. خلي نفسك طويل فيها وكمل للآخر.
You believe in yourself if you want to make a difference in technology. انت لازم تؤمن بنفسك لو انت عايز تتعلم الاختلاف، تصنع خلاف في التكنولوجيا. don't have to غلط، مصر انت غلط هنا، مصر نصيحة قوية، لان need بيبقى ده تو المصدر. means caring about other and wanting to help them. compassion التعاطف، واحد عايز يساعد الناس، والرحمة، خلي عندكم رحمة، يقولوا بالرحمة. what help is a poster look organized and easy to read. many different fonts on the line space area اللي بيساعد البوستر ان هو يبقى منظم وسهل ان هو يتقري. clear spacing، بص سهل الكتابة، صغير في الكتابة، مختلف عن التاني، مفيش مساحة، لا. bold points and clear spacing. a little boy in the room he is sleeping on the sofa. أنا هنا كلمة سي، لو جت كلمة سي لو معنى يقابل اللي بتساوي كلمة ميت فتنفع تيجي ان جي او بسيط عادي، انما لو جت بمعنى يرى فهي بسيط بس، ما ينفعش تيجي ان جي. فهنا اقول لك little boy in the room، انا شفت عيل، انا رأيت، فهنا مش هينفع ميت، مش هينفع تيجي ان جي، فدي كده غلط. حلو. he is sleeping in the sofa، فهنا كلام مضارع، فمش هينفع كلمة سو ولا كلمة هاتسين. I can't، أنا قادر أشوف عيل في نايم. if he read the question، هنا كلمة read جاء تصريف تاني، هي مفرد الفعل آخره اس، مش تنفع، هنا جاي فعل تصريف تاني فجاي كلام ماضي، في الناحية التانية would والمصدر. climb trees in public تبقى شو يعني المفروض الناس تتسلق الشجر في الحديقة العامة، لأ، فهي مصدر غلط وشهود غلط. ودونت هاف تو مش مضطر ان، مش تنفع mustn't. بص يا حبيب قلبي، اي حد عنده سؤال او اي حد مش فاهم اي حاجه يكتب لي تحت في التعليقات، ورد التعليقات كلها. واتمنى تكون انت استفدت من المراجعه، اتمنى اكون فهمت كل حاجه انت عايز تعرفها في الانجليزي في منهج تاني صالح والترم التاني. المراجعه دي شامله لما كل اللي يجي في الامتحان، يعني دي بصمجه ليله الامتحان، اللي نسميها كده كبسوله ليله الامتحان، ده اللي هيجيلك في الامتحان على بعض.